لا يا عم القهوة دي غالية. اسعارهم عادية جدا على فكرة. لا يا عم المعلم زيتونة مغلي سعر كوباية الشاي هنا. ليه وانت بتشربها بكام؟ بشربها يا عم من تحت بيتنا ب5 جنيه بس. فرق جنيه يعني؟ انت بتتكلم في جنيه؟ ان شاء الله يا عم لو ربع جنيه، الراجل ده انا ما برتاحلوش اصلا. مسا مسا يا رجالة، هتشربوا ايه؟ ازيك يا زلط، عامل ايه؟ الحمد لله. انت ايه اللي خلاك تجيبه معاك ده؟ ولا انت بتقول عليا ايه؟ هو الولد ده بيقول ايه يا برشامة؟ لا 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 ابدا، ده بيقول انه بيحبك. انت مصاحبه ازاي ده؟ نصيبي كده بقى، اعمل ايه؟ هتشرب ايه يا برشامة؟ انا هات لي واحد سحلب. وانت هتشرب ايه يا صاحبي؟ انا مش قادر اشرب حاجة، اقول لك هات لي مية. معدنية؟ لا مية من الحنفية، بس حط لي فيها وحياة ابوك مكعبين تلج. وعايز تلج كمان؟ اه. ايه الزباين الرخمة دي؟ ولا ما تغلطش بدل ما اقوم اضربك. تضربني انا؟ اه اضربك انت. يا معلم زيتونة، في ايه مالك؟ ايه يا اسطى؟ استنى يا اسطى. الاستاذ ده بيقول لي هضربك. اقعد مكانك يالا. حاضر. ابقى اشوفه يتحرك هو الكرسي اللي قاعد عليه. معلش يا معلم والله ما كان قصدي، ده حتى يعني زلطة زي اخويا والله. وادي راسه اهي. بص على كده ريحتك معفنه. دايما كسفني. ولا خلاص اقعد مكانك. حاضر. الواد ده ريحته معفنه قوي يا معلم. معلش يا واد، دول زبايننا لازم نحترمهم برضه. حاضر يا معلم. هتشرب ايه يا استاذ لفتة؟ هات لي ميه زي ما قلت لك، بس ما تنساش تحط لي قطعتين تلج. او شفت يا معلم؟ الله يخرب بيتك. انت عارف انا هحط لك قطعه تلج دي فين لو ما احترمتش المكان اللي انت قاعد فيه؟ فين يا معلم؟ في قفاك. خلاص ماشي بس سيبني. هات لي شاي يا زلطة. اروح اقعد، هات طلبات الاساتذه بسرعه. حاضر يا معلم. وانت يالا نعم. ما تعملش تجمهر ونوش في المكان. حاضر. زباين قرف، مش عارف تتحدف علينا منين. برشامة. نعم. انا مش معايا فلوس احاسب على الشاي. امال طلبت ليه؟ علشان ما يضربنيش يا عم، انت ما شفتوش عامل فيا ايه؟ خلاص انت على طول ربيع كده، انا ادفع لك المره دي الحساب. يخليك ليا يا حبيب قلبي. زلطة. انت عايز ايه يا زفت؟ ولا احترم نفسك، انا زبون عندك هنا. طب انجز، طيب قول عايز ايه؟ هات لي مانجا بالفراولة. ايه يا عم انت، انا مش حاسمها مانجا بالفراوله. وبعدين ما تهدى كده، انا اللي هحاسب. معلش يا صاحبي نفسي فيه. ماشي يا عم، هات له اللي هو عايزه. ناس غريبه وطلبات غريبه، يا رب توب علينا من الاشكال دي. يا اسطى هو احنا مش هناكل؟ ناكل. انت عارف، انت لولا ابن خالتي انا كنت دلوقتي طلعت عينك. ثواني يا اسطى، ابويا بيتصل. ايوه يا حاج. انت يا ابني سيب كل اللي في ايدك وتعالى لي بسرعة. طب استنى بالله يا حاج، في ايه؟ يا ابني زي ما بقول لك سيب كل اللي في ايدك وتعالى لي يلا بسرعة. حاضر جاي اهو، دقيقتين واكون عندك. دقيقتين وتكون قصادي. انا جاي اهو، سلام. بقول لك ايه يا لفته، انا ابويا عايزني 5 دقايق وارجع لك على طول. ولا طب المانجا بالفراولة طيب. هات ابوك ما تاخرش. هتيجي تلاقيني بمسح القهوة هنا. ده انا المعلم هيعمل من فخادي كفتة. هو انت هتشتغل ولا عاملك راجل لراجل؟ يا حاج. تعالى يا برشامة انا هنا اهو. بص يا برشامة، انا عايز اعمل حساب على الفيسبوك. يعني انت يابا مصربعني كل ده وفي الاخر جاي تقول لي عايز اعمل حساب على الفيسبوك؟ ده لفته زمانه قاعد يعيط على القهوه دلوقتي. لفتة مين بس، سيبك منه. تعالى يلا اقعد مكانه واعمل لي حساب على الفيسبوك. تمام يا حاج، بس الحساب ده بيحتاج شويه بيانات. بيانات زي ايه يعني؟ يعني مثلا اسمك، إيه تاريخ ميلادك، العنوان بتاعك. نسيت اسم ابوك يا كلب. لا والله يا حاج فاكره، بس هما بيبقوا محتاجين بيانات زي عنوانك وتاريخ ميلادك. دخل البيانات يلا من غير كلام كتير. حاضر. انا هسجل الايميل باسم المعلم حنكش. لا هنكش ايه؟ هو انت يابا مش اسمك المعلم حنكش؟ ايوه اسمي، بس انا مش عايز الاسم ده. لا انا هسميه المعلم حنكش احسن. يا ابني استنى، انا عايز اسميه اسم من الاسامي الجديدة. يعني المعلم زيتونة اللي انت قاعد عنده على القهوة ده مسمي نفسه على الفيسبوك النسر الجارح. النسر الجرح يا حاج، انت ما تعرفش ان احنا بنتريق على المعلم زيتونة بسبب اسمه ده. ما تكترش معاه في الكلام.
انا اسف يا حاج. طب يلا سميلي الايميل الملاك الحزين. الملاك الحزين؟ مش عاجبك ولا ايه؟ لا عاجبني. حاضر يا حاج، اسميهولك زي ما انت عايز. كده الايميل اتعمل يا حاج. اما اروح انا بقى اللي افتح يا حاج تلاقيه مقطع نفسه من العياط دلوقتي. ولو احتجت حاجه تانية يا حاج برن عليا. يعني خلاص الايميل خلص كده؟ طب يلا بالسلامة انت، يلا بسرعة عشان ما تأخرش. يلا الحق زميلك بسرعة. حاضر. يلا اخلص. هي بقت كده؟ بقت كده ونص.